ازيكم يا جماعه؟ عاملين ايه؟ رمضان كريم، كل سنه كلكم طيبين. هنتكلم في الفيديو ده على اول 4 حلقات من مسلسلات الشرنقه والنص وولاد الشمس وقلبي ومفتاح، او بمعنى اصح 3 حلقات من المسلسلات اللي نزل منهم 3 و4 حلقات من اللي نزل منهم 4 حلقات. واول مسلسل هبدا بيه الشرنقه. الشرنقه بيحكي عن حازم اللي هو احمد داوود، بيشتغل في شركه لجسي الاموال. صاحب الشركه دي محسن مرجاني اللي هو صبري فواز، بيقدموا لناس غنيه جدا وناس بتشتغل في عمليات غير قانونيه، ناس خطيره جدا. وحازم بيعمل شغل كتير لحساب الناس دي وبيعرض حياته للخطر، بس هو مش راضي عن حياته تماما ونفسه ان هو يبقى اغنى ويطور من نفسه بالمستوى، فعشان كده بيقبل بالريسك دي. وفي نفس الوقت حازم بيحلم بحياه شخص تاني، بحياه مختلفه تماما، شخص غني جدا بيعمل كل نفسه فيه وقوي وقادر ان هو فعلا يطور من مستوى اكتر واكتر، وبيتعارض مع نفس الناس اللي بيتعارض معاهم حازم في الواقع الاصلي اللي بيشتغل في شركه غسيل الاموال. وتتوالى الاحداث. انا ممكن كده اقول بكل ثقه ان المسلسل ده اكتر مسلسل مستمتع بالسنه دي. المسلسل ده تاليف عمرو سامي العاطف، وانا بحب الراجل ده جدا. الراجل ده اللي كان بيكتب له يوسف الشريف معظم اعماله زمان في ال 2010 ايام ما كان يوسف الشريف بيعمل مسلسل كل سنه. الراجل ده وهو كمان كتب له احلى مسلسلاته، كتب له رقم مجهول والصياد وقلابه ابليس وكفر دهاب. فانا عجبتني قوي الحته دي، رجعت تاني لايام المسلسلات بتاعت الفيفا، وتوديك وتجيبك وانت مش فاهم حاجه، وعمال تحاول تربط الاحداث دي ببعض وكده. مش هقول لك ان الشرنقه بنفس مستوى المسلسلات دي، لا خالص طبعا، بس الجو موجود، الروح دي في حد ذاتها موجوده، دي كفايه. انا وحشيت قوي المسلسلات فعلا بتخليني اقعد الف كده كتير، وحلوه فعلا الموضوع في سسبنس ومحكي بشكل حلو، لان انت بتشوف واقعين مختلفين وكل واقع ليه احداثه وليه تفاصيله. ولما الواقعين دول بيبداوا يتضاربوا مع بعض عشان خاطر الشخصيات المشتركه اللي ما بينهم، وانت وصلت لمرحله قدام انت مش عارف فين الحلم وفين الحقيقه، هل ده كان حلم اصلا ولا ده واقع. وكده كده المسلسل بيتكلم عن غسيل الاموال، ففي تلاعبات لذيذه برضو بتحصل في القصه ما بين الخطط اللي البطل بيعملها وسسبنس عشان في الحكومه اللي بتدور على الناس دي وبتاع. فكل قصه فيها جانب سسبنس حلو جدا ليها. انت يعني لو خدت كل قصه لوحدها، كل قصه لوحدها او كل واقع لوحده، ده احداث حلوه قوي تمشيه. والاحلى بقى من كده الطريقه اللي اتحكت بيها القصه، ان القصه طبعا عشان تتوهك اكتر فاخدك بقى حبه من هنا على حبه من الموقع التاني، ترجع تاني على هنا عشان الموضوع يتوهك اكتر وتحس بالسحله اللي البطل حاسس بيها والتوهان اللي هو حاسس بيه. وعجبني قوي برضه ان انت تقفل حلقه على حاجه وبعد كده ترجع تاني للحلقه اللي بعدها ينسوا القفله دي اصلا، او كانهم نسيوا تفتكر ايه وتقول ايه اللي بيحصل ده، وتلاقيهم لا بيحكوا لك الموضوع بقى من اول، اللي هو ازاي انت وصلت للقفله دي. وساعات تاني تبعد على القفله دي خالص وترجع في الحلقه اللي بعدها تفتكر بقى، يعملوا منشن للقفله اللي حصلت في الحلقه اللي قبلها. هي حركات تلاعب من الاخر يعني، هو عمال يلعب ما بين الواقعين دول، وده فعلا بتنفذ بشكل حلو. ولما كانوا بيربطوا ما بين الواقعين دول في حاجات خاصه بالشخصيه الرئيسيه اللي هي حازم نفسه في الواقعين، عشان في واقع منهم هو عنده عيله وعنده مراته وابنه، وفي واقع تاني هو غني عنده كل اللي هو عايزه. فلما الواقعين دول بيروحوا بيجوا في حاجات متشابهه او مضاده لبعضها، زي مثلا لما يكون في واقع الاول عنده العيله ومبسوط وان هو قاعد معاهم وكده، وفي الواقع الثاني هو بيدبر الفلوس وان هو بيتمنى العيله، او العكس لما يكون هو طالع قاعد مع عيلته وعمال يشتكي من الوضع اللي هو فيه وهو نفسه في الفلوس، وتيجي فجاه تشوف الواقع الثاني وهو معاه بقى الحياه، تشوف الحياه بقى بتاعته اللي هو كان بيتمناها دي. فكل ده كان حلو جدا. وفي نفس الوقت كتابه الشخصيه طالعه حلو، شخصيه حازم نفسها هي كتابة عادية، فكرة شخص مش راضي عن حياته، نفسه غير حياته، نفسه بيحب الفلوس، موجود اتعمل كتير قبل كده، بس هنا متنفذة بشكل حلو. حتة الواقعين دي كانت فكرتها حلوة. أنا كان عندي مشكلة واحدة في الموضوع ده، تحس المسلسل فاست بيزد قوي، الأحداث ماشية بسرعة جدا، مفيش وقت كده تاخد وقتك فيه خالص. المسلسل سسبنس بحت، مفيش سنه سلو بيرن شويه يعني. في كده في بعض الاوقات كنت بحس ان لا يعني في احداث محتاجه تتفرد لها شويه، في احداث محتاجه تقعد اكتر تعرفها اكتر، تعرف الشخصيات ده اكتر. تحس كان في بعض الشغل كده ممكن يتعمل في القصه يزود حته الدراما، انما هنا لا، هو المسلسل ماشي بريتم سسبنس بس. ده كان حلو ومخلي المسلسل مسلي. حلقه المسلسل ما بتقعدش اكتر من نص ساعه، 35 دقيقه بالتترات، فالايقاع سريع والحلقه نفسها سريعه، فده احلى. بس جيت كده في حته معينه لا، كنت بحس ان انا منتبه لعنصر الغموض او للغز اكتر من الشخصيه نفسها. يعني انا مندمج مع الغموض الموجود، مندمج مع القصه، بس مش قوي مع الشخصيه. كنت حاسس ان الموضوع هيبقى احلى، كنت مندمج اكتر كمان مع الشخصيه. المشكله الثانيه بقى هي قفله الحلقه الرابعه. انا مش هحرقها للناس اللي ما شافتهاش، بس القفله دي يعني لو كملت كده عادي تحس ان كل اللي انت شفته في اول 3 حلقات كانه راح على الفاضي. يعني تحس ان انت الالغاز اللي كنت عمال تربطها ببعضها، وان ازاي الشخصيات دي ظهرت هنا وظهرت في الواقع الثاني والكلام ده كله، لو يعني التويست اللي في اخر الحلقه الرابعه دي هتمشي كده مباشره كده زي ما قالوها، تحس ان في جزء كبير من الكلام ده كانه راح على الارض، وانت دلوقتي مكمل في حته ثانيه خالص. مش عارف، حاسس انها كانت عامله استسهال او طريقه كده تهرب بره الموضوع، او تحس ان انت تقدم لك الغاز كتير وحاجات كتير تربط بين التفاصيل دي، بس ما كملتش او اللي هم هربوا منها. الا اذا، وده اللي انا اعتقده يعني، ان الموضوع هيبقى ليه ابعاد ثانيه اكتر بكتير، او بقى لو حابب استغلها كبعد درامي اكتر شويه،
بس يعني مش حاسس هتنجح قوي في الحته دي، عشان زي ما قلت لك المسلسل اوريدي ماشي بايقاع سريع، مش مدي وقت قوي للدراما، الا بقى اذا الاحداث بدات تهبط شويه في الحلقات الجايه هيبان، او بقى لو كان المشهد الاخير ده اصلا ده كان واقع ثالث خالص مالوش علاقه بالواقع اللي احنا بنشوفهم من اول المسلسل، ودي برضو بقى حاجه ثانيه. كل ده هيبان قدام. كل ده طبعا مجرد نظريات وكده، بس لحد دلوقتي انا مبسوط، يعني انا متكيف من المسلسل. انا عاجبني المسلسل اللي كان قاعد الف وافكر واربط بين احداث بعضها، وحشني الجو المسلسلات بتاع عمرو سمير عاطف بتاع زمان ده. للعلم اصلا عمرو سمير عاطف ما عملش تقريبا ولا مسلسل ولا حاجه من ساعه النهايه في 2020 كان مع يوسف الشريف برضه، فانا مبسوط ان الاجواء دي موجوده. حتى الاخراج محمود عبد التواب اللي عمل قبل كده صوت وصوره ورقم سري، انا ممكن اقول بكل ثقه الشراكه ده يعتبر احسن عمل اخراجيا ليه. يعني انا فاكر هو الراجل ده تقريبا كان اول حاجه ليه كان هو صوت وصوره، وكان باين ان هو فعلا لسه بيبدا. وبرده رقم سري عارف تحسه كمخرج لسه ما عندوش ستايل قوي يعني. برضه انا مش هقول لك ان الاخراج رهيب جدا وجامد قوي الكلام ده كله، بس حلو يعني احسن اخراج في الثلاثه، وتحسه في تطور ما بين بقى ستايل بقى الكادرات الاضاءات التصوير، تحس في تطور. كان ممكن يكون احسن يعني. انا حاسس ان ممكن لو القصه كانت حاطط في المخرج ليه خبره اكتر كانت ممكن تطلع اقوى من كده، بس فعلا في تطور بالنسبه لمحمود عبد التواب. وتاني مسلسل معانا مسلسل النص. المسلسل بيحكي عن عبد العزيز النص اللي هو احمد امين، ده نشال سيء السمعه بيحاول يعيش حياته بالحلال عادي، بس بعد ما اخوه بيتمسك وبيتهم كواحد من اعضاء المناضله ضد الانجليز بيرجع تاني لحياته القديمه عشان خاطر يحاول يدبر اتعاب المحامي بتاع اخوه. المسلسل ده يمكن يكون فنان ده احسن مسلسل نزل في رمضان لحد دلوقتي. قصه رايقه واخده وقتها، تحس في فكرته في الاحداث خالص، كل شخصيه واخده وقتها، التقديم الشخصيات نفسها جايه بشكل حلو واخدين وقتهم. يعني انت مش بتلاقي شخصيات بتتقدم ويدخلوا في الاحداث على طول، لا بيفرد لك الاول. وبرده الاخراج لعب دور حلو قوي في الحته دي، حسام علي المخرج اللي عمل قبل كده ورقه توت، وباين هنا فعلا في كفاءه اخراجيه لان فعلا المخرج عارف يدخلك في العالم القديم ده من التصوير بقى، من الكادرات، من الديكورات، من الكلام ده كله، والتفاصيل بقى المحطوطه. فكل ده مع القصه الماشيه مش هقول لك سلو بيرن، بس واخده وقتها، ما بتدخلش في احداث على طول، فده بيخليك تندمج مع العالم ده اكتر، بيخليك تصدق الاحداث دي اكتر. ولو كمل على كده يعني لو فضل واخد وقت واحده واحده كده، ده ممكن فعلا يكون احسن مسلسل نزل في رمضان ده. والاحلى من ده كله ان المسلسل بالرغم من ان القصه تحسها قصه جد قوي، لان المسلسل لا هو كوميدي بزياده ولا هو مسلسل درامي تراجيدي اوفر بقى والكلام ده كله خالص. المسلسل ماشي بمود هو يعتبر لايت بس مش كوميدي، مسلسل خفيف بيدي وقت للكوميديا وبيدي وقت للدراما، والدنيا ماشيه كده بشكل حلو، وما تحسش خالص ان الكوميديا مغطيه على الدراما، وهي الكوميديا بتاعت احمد امين انت متعود عليها، ولا طبعا طالعه بشكل حلو جدا، بس فعلا اهم انها ما بتغطيش على الدراما. مش الدراما حلوه، والدراما نفسها مش بتطلعك بالمود اللي هو ما تحسسكش ان انت دخلت في مسلسل درامي بحت بقى وطلعت بره المود، لا. وفي الاخر المسلسل بيلعب في الحته اللايت بس، البالانس ان هو يفضل مسلسل كوميدي درامي يحترم القصه اللي بيحكيها، ما طلعش بشكل كوميدي يبقى هايف يعني، وفي نفس الوقت ما يبقاش مسلسل درامي كئيب. ده احسن حاجه في معموله لحد دلوقتي هنا اصلا. والكيمستري ما بين احمد امين وعبد الرحمن محمد برده حلوه، وبرده واسماء الوزير عجبتني دخلتها، وواضح خلاص مع الحلقه الثالثه ان هم هيكونوا يبقوا تيم كلهم مع بعض بيسرقوا من الاغنياء عشان يدوا الناس الفقراء وكده، غير بقى حوار ان هم يجمعوا اتعاب المحامي والقصه دي. مش عارف ولا اعرفوا ان المسلسل بتاخد من قصه حقيقيه، بس انا ما عنديش فكره قصه الحقيقيه، وده برده مخلي الموضوع ممتع اكتر، ان الاحداث دي المفروض انها حصلت يعني. وبرده كنت هنسى حمزه العيلي اللي برده كان عامل اداء حلو جدا، وبرده مشاهد احمد امين كانت لذيذه جدا. الحاجه الوحيده اللي مش عجباني قوي في المسلسل لحد دلوقتي هي المشاهد بتاعت دنيا سامي، سواء مع احمد امين او مع سامي الطرابلسي، مشاهد عاديه، تحس ان ما عندهاش اي جديد، تحس ان نفس الكاركتر دي لعبته في كل حاجه قبل كده، فتحس المشاهد دي مكرره انت شفتها منها هي كتير يعني، حتى نفس نوعيه المشاهد، حتى الكتابه نفس نوعيه الكتابه اللي هي بتطلع لها. بس برضه يعني دي ما تقللش خالص من المسلسل ولا تقفل منه ولا تقلل من متعته خالص. وحتى الان يمكن ده يكون مفاجاه رمضان بالنسبه لي، انا كنتش عارف انها حاجه قبل ما اشوفه، حتى كنت شفت التريلر اصلا دخلت كده قلت يلا اجرب اتفرج كده على طول يعني. خلاص اول حلقه خلتني عايز اكمل. وتالت مسلسل معانا مسلسل ولاد الشمس اللي بيحكي عن ولع مفتاح اللي هم احمد مالك وطه دسوقي، وهم فعلا بنفس الترتيب بالظبط، اللي دي كانت معايا صح من اول مره يعني، فعلا هو ولع احمد مالك ومفتاح هو طه دسوقي، مع اني كنت بتلخبط بينهم في الاول. المهم دول اتنين ايتام ودخلوا دار الشمس، دار الايتام اللي صاحبها بابا ماجد اللي هو محمود حميده، واللي بيشغل العيال اللي عنده في المخدرات. لما بيكبروا بيشتغلوا حساب بابا ماجد وبيعملوا معاه اتفاق ان هو مقابل شغلهم معاه مش هيشغل العيال الموجودين دلوقتي في الدار، بس هم نفسهم يطلعوا بره الحاجه خالص، وبيحاولوا يخططوا ان هم يهربوا من بابا ماجد ده ويعيشوا حياه طبيعيه. ده يمكن يكون من المسلسلات اللي ما كنتش متحمس اول ما شفت التريلر بتاعها، كنت حاسس ان القصه تقليديه شفتها قبل كده من الاخر يعني، مش هقول لك انها متاخده بالنص، بس
القصه اكتشفت كده ان هم الاثنين المجرمين اللي نفسهم يبطلوا الحياه دي، الرئيس بتاعهم اللي جابرهم، يعني انت عارف ده يعني الخلاصه كده. يعني هم بقى دخلوا التفاصيل بتاع دار الايتام والعيال اليتامى والكلام ده عشان يخلوا الموضوع مختلف شويه، بس يعني المضمون تحس انت شفت حتى فكره دار الايتام وراجل بيشتغل عليه في المخدرات وبعيد عنه هو راجل كويس وكده، جت قبل كده. يعني هي قصه تقليديه. طب ايه بقى الحلو في المسلسل؟ ان هو معمول بشكل حلو كتابيا، القصه تقليديه، السيناريو نفسه او التفاصيل هي فعلا محكيه بشكل حلو جدا، والاخراج برده كان جميل. يعني انا وانا بتفرج من اول حلقه انا اندمجت. مشهد الاكشن كان في اول حلقه ده خالص اللي هو الافتتاحيه اصلا كان لذيذ فعلا جدا، تحس ان الموضوع فيه حرفيه، تحس ان في ناس محترفه شغاله على العمل. الاخراج كان حلو، التصوير كان ملحوظ، كان عاجبني جدا قوي تصوير الالوان نفسها كانت حلوه، ايقاع الحلقات كان حلو جدا. الحلقه توصل لها يمكن نص ساعه من غير التترات، والمسلسل اصلا كله 15 حلقه، يعني حتى مش 30 حلقه فهم واخدين وقتهم، لا يعني هو 15، والحلقه ما تحسش انها ممله، بالعكس الحلقه فيها احداث، ودي طبعا تحسب الاخراج والقصه. المخرج شادي عبد السلام اللي عمل المسلسل ده هو اللي كان عامل برغم القانون برضه السنه اللي فاتت، وده فاجئني بصراحه لاني حاسس ان الاخراج هنا احسن بكتير من برغم القانون. بس حلو فعلا انه عارف يحكي لك قصه ايقاعها سريع وفي نفس الوقت تبقى المشاهد دراميه حلوه وجايه بشكل حلو، وفي نفس الوقت ما تحسهاش انها متكروته وقصيره، يعني في الاخر قصيره، والقصه التفاصيل اللي فيها حلوه، ان القصه شغاله كل شيء عملت ايه في القفله حلوه، كاركترز نفسهم مكتوبين بشكل حلو جدا. يعني في كده شويه تفاصيل في النص ممكن ما تاثرش في القصه بس هي ضايفه للقصه، زي كده حته طه دسوقي وان في ناس تبنوه ولموه تاني بعد ما خلفوا، بيديها كده جانب درامي لذيذ للشخصيه، فانت نوعا ما عندك باك ستوري للشخصيه، في نفس الوقت مش محتاج ان انت تستنى الاحداث عشان تشوف الدراما الخاصه بالشخصيه دي. وبعد بقى التفاصيل بالنص زي الموقف لما شاف علي الصغير كان بيبيع مناديل وخد ودى الدار، تفاصيل بسيطه ما تضيفش حاجه في القصه بس حلو للشخصيات، فاهم، بيخليك تحب الشخصيات، فبحيث لما يخش بقى في الاحداث اللي بجد او الاحداث اللي لها علاقه بالقصه نفسها عادي خلاص، مش محتاجين بقى وقت كتير عشان يبنوا الدراما وكده. هو ده اللي كان محل الموضوع، ان انت تحس انت عرفت حاجات كفايه قوي على الشخصيتين الرئيسيتين دول عشان تهتم بيهم. برضه نفس الكلام شخصيه احمد مالك وصوره امه اللي معانا ونفسه يوصل لها، هي واضح ان دي هتلعب دور في القصه، بس برضه الطريقه نفسها اللي هم استخدموا اللي هم جابوا بيها الحته دي كانت ماشيه بشكل حلو، برضه بالذات حته ان هو مع الصوره على طول كل ما يقابل حد يساله على الصوره دي، برضه تفصيله بسيطه بس خلاص هي التفصيل دي بتخليك كده تخش ترتبط بالشخصيات، انت مدمع معاهم، انت حابب الشخصيات دي، هم صعبانين عليك. والتمثيل برده كان حلو من كل الكاست، وده انا كنت عارف يمكن من الاول، بس اللي فاجئني بصراحه ان احمد مالك كان لايق قوي في الدور، واللي فاجئني اكتر ان هو تقريبا كان بيصور الفيلم ده في نفس الوقت اللي كان بيصور فيه 6 ايام، والدورين مختلفين تماما عن بعض، وهو لايق في الدور ده، وكان لايق طبعا جدا في دور 6 ايام، دوره في 6 ايام كان دور جامد جدا اصلا. يعني ده كان عنصر مفاجاه بالنسبه لي، ان هو مش بس كان بيمثل الدور حلو، لا ان هو كان لايق فيه، مش فكره ان هو بيمثل حلو خالص، لا هو كان لايق فعلا في الدور. وطبعا برضه الكيمستري بينه وبين طه دسوقي لعبوا دور كبير، هي اللي ماشيه المسلسل اصلا. يعني هو لحد دلوقتي هو قصه تقليديه، مسلسل تقليدي بس معمول فعلا بشكل حلو، في سسبنس حلو، انا مشدود، عارف ان هو خلاص يعني من ساعه ما شفت اول حلقه، مع انه يعني كنت اكمله بس كنت عايز اتفرج كده اللي هو ايه اخد فكره لقيت نفسي بكمل. يعني ممكن برضه اقول لك ان ده من مفاجات رمضان ده السنه دي بالنسبه لي. واخر مسلسل معانا مسلسل قلبي ومفتاحه، اللي بيحكي عن مهيار اللي هي معز الدين اللي كانت متجوزه من اسعد اللي هو دياب، وطلقها 3 مرات، وبيهددها ان هي لو ما عرفتش تتصرف وتتجوز حد تاني وتطلق منه عشان خاطر يعرف يرجع لها تاني هياخد ابنها منها ومش هتشوفه تاني. فبتقابل بالصدفه محمد عزت اللي هو آسر ياسين، وفعلا بيتجوزوا، وبتطلب منه هو يتجوزها بس من غير ما تقول السبب الحقيقي ورا الطلب ده. ده بقى اكتر مسلسل انا ما كنتش اشوفه اصلا من الاخر، يعني مش عشان حاجه، القصه مش ستايل، مش جايبه معايا قوي القصه يعني، بس يعني برضه قلت المسلسل تاليف واخراج تامر محسن، فقلت اجرب يعني تامر محسن برضه يعني اكيد هيبقى في حاجه حلوه تخلي المسلسل ده يستاهل يعني. وفعلا بعد ما شفته انا كنت صح في كل انا كنت متوقعه، فانا القصه مش جايبه معايا، القصه غريبه بس المسلسل رايق، ده يمكن يكون ابسط مسلسل نازل في رمضان، قصه بسيطه رايقه، الريتم بتاع المسلسل رايق جدا، دراما حلوه خفيفه، لا هي اوفر ولا هي بارده خالص، تحسه مدي داخل شجره في حته المسلسلات الفيل جود شويه، ولما بيخش على الدراما هي الدراما حلوه. وطبعا بقى معاك بقى التمثيل بقى والكاركترز والشخصيات، انا دور دياب عاجبني جدا مش برضه انا حابب الشخصيه زباله، بس انا حابب دوره جدا، هو دور مش جديد عليه، هو بيلعب ادوار دي كتير او ادوار شبه دي كتير، بس انا عاجبني دوره هنا مش عارف ليه. وبرضه طبعا اكيد معز الدين وآسر ياسين برضه تمثيلهم كان جامد جدا، وبرضه الكيمستري منهم حلوه، وبس يعني زي ما قلت لك مفيش حاجه تتقال، بس هو الروح حلوه المسلسل، عارف الروح بتاعته حلوه، ده اللي مخليني كده يعني عايز اكمل، مع ان فعلا القصه مش جايبه معايا، انا مستغرب الموقف، هو المبررات موجوده من ناحيه معز الدين، يعني دي كانت مكتوبه بشكل حلو على فكره، وعشان كده برضه السبب اللي خلاني حابب شخصيه دياب ان انا حاسس الشخصيه دي حقيقيه، حاسس ان الشخصيه دي ممكن تلاقي حد زيها فعلا. وحته آسر ياسين برضه الشخصيه بتاعته يعني، واللي يتكلموا هل هيوافق على العرض ده ولا لا، ده الغريب شويه، بس برضه هم كاتبين له الحاجات، كاتبين له كذا حاجه كده، يعني في كام تفصيله كده خاصه بالشخصيه بتاعته بالذات في اول حلقه تخليك تفهم هو ليه ممكن يوافق على حاجه زي كده، بس هي قصه غريبه يعني، فاهم، هي قصه الموقف مش مألوف يعني،
بس اتفاجئت فعلا لما جه المشهد اللي طلبت منه ان هو يتجوزها فعلا، ولما جم بقى اتجوزوا بعدها المشهد كان حلو. موقف غريب، وعارف انا مش مصدق ان ممكن حاجه زي دي تحصل، بس انا مقتنع على مدار على مدار الحدث في نطاق المسلسل ده انا مقتنع بالتصرفات اللي بتحصل، بالتفاعلات اللي بتحصل. يعني كنت حاسس عارف ممكن لو كانت تك وتك، لو كانوا زودوا حاجه واحده بس او نقصوا حاجه واحده بس كان الموضوع ده هيبوظ. يا اما كان تبقى اوفر قوي، ممكن تبقى باردة، ممكن تبقى هبله، ممكن تبقى مش متصدقه، لان اصلا موقف ما يتصدقش. فهو عرفوا يظبطوا ان هو يتصدق على نطاق المسلسل. بص مش عارف يعني هو زي ما قلت لك الروح بتاعت المسلسل حلوه من الاخر. بس كده يعني. وبس كده، ده كل ما كله عن المسلسلات دي انا مسميهم المفاجآت يعني فعلا. كده كل المسلسلات دي يعني ما كنتش واخد بالي منها، ما كنتش مستنيها يعني. طبعا يعني رمضان ده كان كل المسلسلات اللي كانت منتظره كانت الاجزاء الثانيه، فدي الحاجات اللي تحسها كانت في منهم نزل على الجامعه، حاجات كانت معموله، حاجات ثانيه كانت معموله دعايه اكتر، وتقريبا كلهم كانوا حلوين يعني كلهم كانوا حلوين. وفي حاجات اللي كانت فعلا مفاجاه، الواحد ما كانش متوقع ان هو كان هيستمتع بيهم كده. المهم انتوا شفتوا المسلسلات دول لسه؟ لو شفتوهم اكتبوا لكم في الكومنتات، لو ما شفتوهمش اتفرجوا عليهم او اتفرجوا على اي حاجه منهم. يعني الحاجات دي فعلا تستاهل، وفي حاجات من دي فعلا هتتظلم في رمضان ده. فمستني اعرف رايكم في الكومنتات، ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب وتشغلوا زر الجرس عشان يجيلكم كل جديد. اشوفكم في الفيديو الجاي ان شاء الله، وسلام.